تهديد باستعمال أو هو تهديد باستعماله بشكل غير شرعي ضد الأشخاص والمؤسسات بدوافع إيديولوجية عقائدية أو سياسية، مع العلم أنه ليس هناك تعريف محدد لهذه الظاهرة، وأن هناك ما لا يقل عن 100 تعريف للإرهاب. المعركة ضد الإرهاب التي انطلقت منذ 9 أشهر في بلادنا وهي متواصلة إلى اليوم تتطلب الجهد وطول النفس، وكذلك الالتفاف حول وحدة الأمن وقوة الجيش الوطني وحول مؤسسة الدولة. أن هذه المعركة ضد الإرهاب تختلف عن كل المعارك السابقة التي شهدتها البلاد أو شهدها العالم بصفة عامة. فهي ليست حرب خاطئة ولا هي حرب كلاسيكية، فهي معركة مع عدو غير مرئي متخفي وملاحق وغير محدد الملامح، حرب بلا جبهة ولا زمان، وأهم أسلحتها المعلومة والإعلام. العدو فيها حرية الحركة وحرية اختيار الهدف واختيار الضحية والوقت، وله كل الوقت يبرمج ويخطط وينفذ الأعمال الإرهابية. والعمل الإرهابي للعمل الإرهابي ثمن، هناك ثمن مباشر بفعل الغرائب الإرهابية وعمل غير مباشر وهو أكثر وأكثر ويمتد عبر السنوات، لأنه يمس الاقتصاد ويمس الاستثمار وثقة المجتمع في نفسه إلى غير ذلك. الانتصار في هذه المعركة ليس استسلاما ولا إمضاء وثائق هزيمة من طرف العدو. الانتصار يتصل بنتائج متفرقة هناك عمليات متفرقة على مدى الأعوام أكثرها غير مرئي وغير ملموس. والانتصار في هذه المعركة يقتضي إيجاد جو من الأمن للمواطن والمجتمع والدولة، وهو مسعى يتطلب استراتيجية واضحة المعالم تحدد المخاطر وتضبط طرق العمل لبلوغ الهدف على المستوى الأمني والعسكري، لكن أيضا على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وبهذا المعنى أن يصبح الجهد والصبر والتفهم هي أسلحة هذه الظاهرة. ولفهم هذه الظاهرة أكثر وخاصة الالتفاف والتوحد والصلابة لنجاح والمهربين تاريخ طويل من العلاقات المتشابكة والمتداخلة والمستمرة في الزمن. والتنظيمات الإرهابية من منطقة شمال أفريقيا لها ارتباطات بشبكة التهريب المنتشرة عبر الحدود، وهناك مصالح وعلاقات عمل في إطار ما يسمى بالجريمة المنظمة. وفي تونس ظهر جليا حجم التعامل والتعاون بين شبكة التهريب المنتشرة على حدودنا الجنوبية وحدودنا الغربية وبين الخلايا الإرهابية التي تتحصن بالجبال. كما أثبتت بعض الدراسات أن ظاهرة التهريب كانت موجودة قبل الثورة، لكنها كانت محدودة في العدد، بحيث كان هناك ما يقارب 1500 سيارة معدة للتهريب يعرف سواقها وبضائعها التي تحملها. بين بعد الثورة تفاقمت هذه الظاهرة وأصبحت تعد أكثر من 10,000 سيارة مجهولة المصادر غير معروفة، لا يعرف سواقها ولا تعرف البضائع التي تتجر